اهلا بيكم في قناتي تجربة ايمي. الدنيا حر جدا وحابين نعمل عصير ساقع كده منعش. نعمل حاجة من البيت سريعة، قلت اعمل لكم ايس شوكليت. هنجيب معلقتين كاكاو في كوباية فاضية، نحط عليهم على حسب ما احنا بنحب السكر معلقة 2. انا بالنسبة لي خدت معلقتين سكر صغيرين، وقلت احط لهم سنة مية عشان اقلب الشوكولاتة كويس جدا تدوب معانا تماما. ابدا اعمل بيها الايس شوكليت الجميل المنعش زي ما انتم شايفين معانا كده، بدا يدوب تماما. دلوقتي بقى هجيب كوباية فاضية واحط فيها قطع تلج، وقبل التلج هحط لها صوص شوكولاته زي ما انتم حابين، بس طبعا بما انه ايس شوكليت فلازم يكون صوص شوكولاته. بزوق كده الكوبايه من جوه، هتديها شكل حلو وطعم كمان جميل. هنحط دلوقتي بقى التلج عادي جدا، الكوبايه وقعت مفيش مشكله، بنكمل عادي. هنحط التلج بتاعنا زي ما انتم بتحبوا، انا بحب يكون تلج كتير عشان بالنسبه لي الحاجه الساقعه في الصيف ده اساسي، بحب اكتر التلج في اي حاجه. هنحط اللبن زي ما انتم شايفين كده كده، حطينا التلج وحطينا اللبن. اما بقى الايس شوكليت اللي انا عملته اللي هو الكاكاو اللي ضربته في سنه ميه مع السكر هضيفه على اللبن، هيبقى زي ما انتم شايفين. عايز اقول لكم طعمه حلو جدا، ساقع منعش سريع خفيف، حاجه كده حلوه كده ومنعشه في الصيف. قلت اعمل لكم الطريقه بتاعتي، اللي حابب يجرب يا رب تعجبه، بالهنا والشفا.